كنت مفكرها لعبة بسيطة، ورقة وقلمين وسؤال وجواب، بس يلي صار ما كان مزحة. لعبنا تشارلي بالحمام مع طلاسم ودم، وما قدرنا نطلع من اللعبة لأنه تشارلي ما سمح. بدك تعرف شو صار مع تامر من سوريا لما لعب تشارلي؟ لا تتردد تكمل معي، وإذا عجبتك لايك وشير. معكم سلوم يلي رح ياخدكم لعالم الرعب والخوف، ويلا نبدأ. أول شي خليني أعطيكم فكرة عن لعبة تشارلي أو تحدي تشارلي. هي لعبة انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا بعام 2015، تزعم إنها وسيلة لاستدعاء روح اسمها تشارلي. طيب مين هو تشارلي؟ الروايات اختلفت بين إنه هو طفل انتحر من شدة فقره، أو هو رجل من قرية مكسيكية وسكان القرية قتلوه بسبب إجرامه بالأطفال وروحه رجعت تنتقم، أو هو شيطان عم يتلاعب بالمراهقين حتى يسكن أجسادهم ويدمرهم. طريقة اللعب: ورقة بيضة مرسوم عليها إشارة زائد مكتوب بكل مربع يس نو بشكل متتالي، وقلمين رصاص محطوطين فوق إشارة الزائد فوق بعض حتى يشكلوا علامة زائد بهذا الشكل. بعد تجهيز كل شي بيبدأ اللاعبين بيقولوا العبارة الشهيرة تشارلي are you here؟ وإذا تحرك القلم لعلوي إلى إشارة يس فهذا بيعني إنه تشارلي موجود. هي طريقة اللعب التقليدية، وطبعا عندكم فكرة عن الحالات الحقيقية يلي صارت مع الأطفال والمراهقين بسبب هاللعبة. بداية بمدرسة مبابا بمصر، دخلت الحمام لقيت مخلوقه العين بيضة خالص والشفايف سودا. مرورا بالفلبين وغيرها كتير من دول العالم. وفي بعض اللاعبين أقسموا إنه بعد اللعبة بدأت أشياء تتحرك بالغرفة، مثل ستارة عم تهتز، باب عم ينفتح، أو سماع خربشات على الحيطان، حتى أصوات همس شيطانية، ما عدا الكوابيس يلي ما عاد فارقتهم. كل هذا كان يصير معهم لأنهم غادروا اللعبة فجأة، وهذا الشي ممنوع بقواعد اللعبة، لأنه بعد ما تستدعي تشارلي وتسأله وهو يجاوبك على أسئلتك لازم تطلب الإذن من تشارلي إنك تغادر اللعبة، وإذا أشار بنو يعني إنه رفض، فاللاعب مجبر إنه يكمل اللعبة، وإلا روح تشارلي بتضل مرافقته ويمكن تأذيه. وهلأ بعد ما عرفنا شرح عن لعبة تشارلي، تعالوا معي أحكي لكم قصة بس من نوع آخر. بيقولوا إنه هي الطريقة الأساسية لاستدعاء الروح، نفس الأدوات بس مع إضافة طلاسم خاصة بالسحر واستحضار الأرواح ودم. بيقول صاحب القصة: أنا اسمي تامر، عمري 12 سنة، وهي تجربتي مع لعبة تشارلي. كنا أنا وقرايبيني قاعدين لوحدنا بالبيت، وأهلنا كانوا معزومين على عرس. كانت الكهرباء قاطعة والبرد ما بيرحم، كانت الساعة قريب 1 بالليل. اقترحت علينا بنت عمي غزل إنه نلعب تشارلي. ضحكت عليها وقلت لها هاي لعبة ولاد صغار، كل يلي عم تشوفيه على السوشيال ميديا مبالغات وفبركة، تجميع مشاهدات يعني. قالت لي وهي عم تضحك: إيه هي مو النسخة العادية، أنا معي النسخة الأصلية يلي تستدعي الروح الحقيقية بجد، وفيها طلاسم ودم وطريقة معينة لاستدعائه. أنا تعلمتها من شان جربها معكم. الصراحة الفضول غلب الخوف. طلعت غزل ورقة كبيرة بيضة ورسمت إشارة زائد وكتبت يس نو بالمربعات بشكل متتالي مثل العادة، ولكن على كل مربع بلشت ترسم مثلثات وعيون ورموز وحروف ما فهمتها. قالت لنا إنه لازم نشرح إيدنا، وكل واحد فينا بحط نقطة دم على زاوية الورقة من كان يصير في رابط بيننا وبين الروح تشارلي. بتردد وافقت وجرحت إيدي وعملت يلي قالت عليه بنت عمي، وبهيك صارت الورقة البيضة مليانة طلاسم ورموز وسحر ودم، بالوسط كلمات يس نو. رحنا على الحمام
حطينا الورقة بالوسط وحطينا قلمين رصاص بالوسط فوق بعض بشكل زائد، وقعدنا حواليها، سكرنا الباب وطفينا الضوء وضوينا الشموع. ومن هون بلشت غلطة عمرنا. غزل بلشت تتلي الطلاسم. تشارلي تشارلي يا ابن الليل، استجب للدم والدعوة، احضر بيننا وافتح البوابة. وتتكلم بحروف ما فهمتها، كانت اللغة غريبة. كررتها 3 مرات وبعدين بدأنا نقول كلنا مع بعض تشارلي تشارلي are you here. ضلينا نكرر هالجملة أكثر من 10 مرات. فجأة القلم يلي حطيناه بالنص تحرك لحاله، وقف على كلمة يس. بلش الحمام يصير سخن وكأنه جالسين بفرن، مع انه كانت الدنيا شتاء. وفجأة انفتح الباب لوحده بسرعة قوية. انا تجمدت وولاد عمي عم يرشفوا، بس اسوأ شي الصوت يلي طلع من المراية، ضحكة عالية ومخيفة. غزل كانت متسمرة وتمها مفتوح وعيونها مقلوبة لفوق. صرخت بأعلى صوتي لك احرقوا الورقة وخلينا نطلع، بس غزل بلشت تهمهم بصوت مخيف. وصلنا نسمع صوت خبيط على الحيطان، وباب الحمام رجع تسكر لحاله بقوة. طلعنا من الحمام مثل المجانين وما فهمنا شو صار ولا كيف طلعنا أصلا. غزل صارت تصرخ وهي عم ترجف. ما سألنا تشارلي إذا فينا نطلع من اللعبة ما بتنتهي هيك، لازم هو يسمح، لازم تسأله تشارلي تشارلي كان وي ستوب. من الخوف ما حدا سمع كلام غزل ولا حدا رضي يرجع يدخل الحمام. من وقتها بلشت الكوابيس وانقلبت حياتي لجحيم حقيقي. أنا صرت شوف وجه بالمراية مو وشي، وكأنه بده يطلع ايديه ويسحبني لعنده. وابن عمي عماد صار يسمع حدا يناديله باسمه نص الليل. وأشياء كتير مخيفة كانت تصير معنا كلنا. بعد يومين لقينا غزل عاملة نسخة تانية من الورقة وطابعة دمها عليها. قررنا ندخل معها وننهي يلي بدأناه. بدأت غزل تتلي الطلاسم، بصوت عم يرجف قالت تشارلي تشارلي كان وي ستوب. لحظة سكوت وبعدين القلم تحرك شوي شوي وراح على نو. هون كانت الصدمة الكبرى. الشمع انطفى وكأنه ريح قوية دخلت المكان. غزل صارت تصرخ في شي عم يسحب تحت الطاولة. صرنا نسمع همسات خافتة وصوت نفس بطيء، ورجعنا لنفس الكوابيس والأشياء المخيفة يلي كنا نعيشها. كنا نشوف طفل واقف نص الغرفة ويختفي كل ما نشعل الضوء. خيالات بتمر ورا الستاير، ووش بقلب الخزانة مدفون بين التياب. المرايا عم ينكتب عليها رموز وعبارات غير مفهومة، والكوابيس اليومية ما تخلينا ننام. وبعد أسبوع من الخوف والرعب المستمر قررنا نحكي لأهلنا، وأنا كنت أول واحد بيكسر الصمت. رحت لعند ماما وقلت لها كل شي صار معنا من البداية. عيونها اتسعت وبصوت خايف قالت لي لك انتو شو عملتوه؟ جابت ماما البخور وشعلت سورة البقرة وصارت تقول بصوت عالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. الصوت كان عم يرج المكان وريحة البخور خانقة، بس بدأت أحس بطمأنينة غريبة. وغزل كمان حكت لأهلها، وأبوها جاب شيخ من الحي وقرأ الرقية على البيت كامل، وقال جملة لسه محفورة بذاكرتي: انتو فتحتوا الباب وبإذن الله راح نسكره، ولازم تستمروا بالتحصين 7 أيام متتالية. وخلال هال7 أيام صارت أشياء غريبة. كل ما نقرأ الآيات الأنوار بالبيت تومض، المراية بالحمام يطلع منها خيال مخيف. ومرة ماما شافت طبعات إيدين طلعت على مراية الحمام، ومرة سمعت صوت بكاء طفل من تحت السرير بنص الليل. بس نحنا ما استسلمنا، كل يوم نفس الطقوس: سورة البقرة والمعوذات وأدعية الرقية وملح بزوايا البيت. وبآخر يوم كنت جالس لحالي، سمعت صوت صراخ مخيف وقوي وكأنه الروح عم تنسحب من المكان. من بعدها الكوابيس اختفت، الأصوات راحت، والمراية صارت مراية عادية.
بس كانت مشعورة من الجانب، ومن يومها عرفنا إنه ألعاب الأشباح والشياطين ما لها تسلية. بدي إقلك شغلة وحدة، إذا فضولك غلبك وقررت تلعب تشارلي لا تسأل تشارلي تشارلي are you here، لأنه إذا جاوبك ما عاد في رجعة. أوبا.